وهذه الصور تأتينا مباشرة من ساحة البيت الأبيض الأمريكي في واشنطن، حيث تجمع الكثير من عائلات وأصدقاء والمواطنين الأمريكيين بعد سماعهم لخبر مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، حيث جاءوا لشكر القوات الأمريكية وشكر أيضا أوباما الذي قال أنه جلس لأيام وأيام وساعات وساعات وبشكل يومي مع رئيس المخابرات الأمريكية ومع القادة الأمريكان لهدف معين، وهو متابعة وملاحقة زعيم تنظيم القاعدة ومساعديه. هذا ما قاله الرئيس أوباما، وقال أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي جهة تستهدف الأمريكيين في أي مكان. إذن هذه الصور تأتينا مباشرة لمظاهر الاحتفال في الولايات المتحدة في واشنطن بالتحديد أمام البيت الأبيض الأمريكي، حيث يتجمع الآن الأهالي وعائلات بعض الضحايا الذين قتلوا في أحداث 11 سبتمبر، وأيضا بعض المواطنين الأمريكيين ابتهاجا بمقتل أسامة بن لادن من قبل القوات الأمريكية في ضواحي إسلام أباد. وتقول المعلومات أن هناك في الولايات المتحدة، وطبعا الوقت متأخر الآن فوق الساعة 11 وربما الساعة 12 ليلا، ولكن هناك خروج للأمريكيين من مختلف الولايات وكانوا يستمعون إلى خطاب الرئيس الأمريكي ويستمعون إلى محطات التلفزة بعد خبر وفاة ومقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. المعلومات لم تؤكد أن كان هناك بعض القيادات الأخرى من تنظيم القاعدة قد قتلوا في هذه العملية، ولكن بعض المعلومات والمصادر أيضا تقول بأن أسامة بن لادن كان يعيش مع بعض رفاقه وبعض من حراسه، ولا يعرف بالتحديد متى انتقل أسامة بن لادن من المنطقة الحدودية الأفغانية الباكستانية إلى ضواحي باكستان.